يا مساء الخير من قناة سمسمة ومعلوماتها. بتشرب ايه دلوقتي؟ بتشرب شاي؟ طب ايه رأيك لو تشرب كوباية بردقوش؟ البردقوش ده نبات عطري وفي نفس الوقت بيزيد من حمض المعدة وبيقلل ارتجاع المريء وقرحة المعدة والحموضة وسوء الهضم. بمعنى أصح هو نبات للمعدة، بينقي الجسم وبيفلتره من الرصاص، لأن زيادة الرصاص في الجسم بتعمل على الإصابة بالتوحد والانفصام وضعف الذاكرة وضعف الخصوبة، وبيقلل دهون الدم المرتفع. هو فعال زي الأسبرين بالظبط. لو خلطنا زيت البردقوش مع اللافندر مع الكافور مع النعناع مع الروزماري بتعمل خلطة سحرية لالتهاب المفاصل والتهاب المفاصل الروماتيزي. البردقوش تشربه عشان يخفض ارتفاع ضغط الدم. طب بتعمله ازاي؟ طريقة: بتجيب معلقة صغيرة منه في كوب مية مغلية، بتسيبه لمدة 5 دقايق، بعد كده تصفيه وتشربه مرتين في اليوم. نبات البردقوش بيحمي من الإصابة بتصلب الشرايين، بيضبط مستوى ضغط الدم، بيقلل أعراض الزكام والأنفلونزا، بيرطب البشرة ويخلصها من الجفاف، بيخفض نسبة السكر في الدم، بينظم الدورة الشهرية. اعتقد دي معلومة جديدة لك. عجبتك المعلومة؟ خش بقى حط اللايك والشير والاكسبلور وشير الفيديو وفيد واستفيد، وزي ما فدت نفسك فيد غيرك. ودمتم في رعاية الله وأمنه، وسلام.